Have you ever wondered behind the scenes? From active excavation sites to the grand galleries, we uncover the details that built a civilization. Join me on a journey to bring history back to life. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ذا كيوريتورز آي. النهاردة قررنا نسيب التماثيل ونركز مع بطل كيوريتورز آي اللي دايما بيجي ورا كل كشف أثري وهو الفخار. الفخار مش مجرد طيز ولا كمان أدوات أو قطع بنلاقيها داخل المقابر، لكن هو بالنسبة لنا كأثريين ساعة الزمن اللي بتعرفنا حاجات كتير قوي زي تاريخ الطاقة الغربية، الأنماط الفنية، تطور الصناعة، وحتى الإيد الحرفية اللي قامت بصناعة الإكسسوار ده. خلينا نشوف النهارده داخل قاعات المتحف المصري. الحكاية بتبدأ من موسم الفيضان اللي كان المصريين بيستنوه من السنة للسنة عشان يجمعوا الغريم أو الطمي اللي جاي من أعالي الوادي، وده علميا أجود أنواع الطين في صناعة الفخار. وعشان كده ارتبط الفخار في العقيدة المصرية القديمة بالمعبود خنم إله الخلق، اللي كان بيتصور وهو قاعد على عجلة الفخراني وبيشكل الإنسان من الطين. صناعة الفخار كانت بتمر برحلة صعبة، بتبدأ بتنقية الطين من الشوايب، بعدها العامل اللي بيطحنه برجليه كويس جدا، وبعدين يضيف عليه تبن أو روث مطحون عشان يضمن تماسك العجينة. وأشكال الفخار كانت في البداية بسيطة جدا ومصممة لخدمة الحياة اليومية، زي طواجن الطبخ أو أواني التخزين اللي بنشوفها عندنا في قاعة واحد داخل قاعات المتحف المصري الكبير. ومنها أشكال مبهرة جدا ومشهورة زي فخار نقادة اللي قدامنا ده، وكمان فخار الدولة القديمة اللي بيعكس بساطة وجمال البدايات. ولما بدأت علاقات مصر الاقتصادية تزيد مع جيرانها في عصر الدولة الوسطى، شكل الفخار نفسه اتغير واتطور، ما بقاش مجرد أواني تقليدية، لا ده احنا بدأنا نشوف أشكال مخروطية، اسطوانية، وحتى أشكال متأثرة بالفن اليوناني. ومن أشهر القطع اللي ممكن تخطف عينيكم هو فخار تل اليهودية، وده بيتميز بلونه الأسود الجذاب وأشكاله اللي واخدة هيئة حيوانات. كمان ظهر عندنا نمط اسمه فخار بانجريف، وده تحديدا كان موجود في صعيد مصر في منطقة النوبة، وشكله كان بياخد اللون البني المحمر اللي مطلي بطبقة من اللون الأسود من الداخل. ولكن مع كل الأنماط اللي ظهرت دي، فضل الفخار المصري التقليدي محافظ على وجوده في الشمال أو الجنوب. وده بيورينا ازاي الصانع المصري كان بيحب يجدد ويواكب العصر لكن يحافظ على هويته. أما بقى في عصر الدولة الحديثة فالفخار دخل في مرحلة تانية خالص، بقينا نشوف فخار مطلي ومزخرف ومحروق في درجات حرارة عالية بتخليه أقرب للخزف. كمان في وجود جاليات أجنبية بسبب الامتداد اللي حصل للإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة، لقينا أواني اسمها أواني ميسينيه، ودي كان بيتحط فيها زيوت عطرية غالية جدا بتستورد من بلاد اليونان، وزي كمان أنفورة كنعان، ودي لقينا زيها في مواقع مختلفة في أنحاء شرق البحر المتوسط. كمان بينفرد المتحف بعرض أواني تخزين السوائل اللي كانت مخصصة للنبيذ الفاخر المخصص للملك توت عنخ آمون. ومن القطع الفخارية كمان في عصر الدولة الحديثة هي الأقماع الجنازية، ودي عبارة عن أقماع من الفخار اتوجد عليها أسماء وألقاب صاحب المقبرة اللي اتوجدت فيها ودعوات بسيطة، لكن لحد النهاردة وظيفتها ومعناها غير واضحين. ومع وصولنا للعصر اليوناني والروماني، الصناعة خدت شكل مختلف بتأثير الفن الإغريقي اللي استخدموا فيه الطمي الأحمر الناعم عشان يعملوا قدور بمقابض بتنتهي برؤوس آدمية وحيوانية. وفي العصر الروماني ظهرت أواني اسطوانية اسمها النافورة بمقابض وقاعدة مدببة شبه القمع. كمان كان موجود زخارف بارزة لملامح وشوش نسائية على أواني تانية. وداخل كهف الآثار الغارقة في المتحف هنشوف الفخار المستخرج من تحت البحر من خليج أبو قير، وعليه كمان آثار صدف وملح. هارك هو الطين اللي حكى لنا عن عظمة المصريين القدماء اللي طورت حياتهم من أبسط المواد لأعقد الفنون. المرة الجاية وأنتوا بتزوروا المتحف بصوا للفخار بعين عين بتشوف قصة وحكاية في جزء مختلف من الحضارة المصرية. شوفوا الحلقة الجاية، سلام.